خليني اقول لك ان انت لو عندك صداع نصفي فهتحتاج تاخد ادويه تحتوي على 4 حاجات. اول حاجه باراسيتامول يكون مسكن عشان يشيل الالم اللي عندك. تاني حاجه انت محتاجها تكون موجوده في المنتج ده ان يكون في حاجه اسمها ايرجوتامين. ده بيعمل ايه ده؟ لازم تكون عارف ان الصداع النصفي سببه اصلا ان الاوعيه الدمويه بتاعه المخ بتكون واسعه، يعني متسعه عن الوضع العادي بتاعها، فالدم بيخبط فيها، فانت محتاج حاجه تقلل الاتساع ده. فالإيرجوتامين ماده بتعمل كده، فتلاقي الصداع النصفي خف عندك لما تاخد حاجه فيها إيرجوتامين. تالت حاجه لازم تكون موجوده في المنتج هي الكافيين، برضه هيشتغل مع الباراسيتامول وهيحسن من شغل الباراسيتامول ويقلل الصداع. اخر حاجه بقى لو كان المنتج فيه حاجه تقلل الغثيان والقيء زي الميتوكلوبرامين. وعندنا في مصر اشهر منتج بيعمل كده هو اسمه ستوبادول مايجرين اللي هو صورته قدامك على الشاشه ده. ده من اشهر وافضل ادويه الصداع النصفي لان فيه 4 حاجات: باراسيتامول، ارجوتامين، كافيين، الميتوكلوبرامين. ايه الفرق بين الصداع التوتري والصداع النصفي؟ الصداع التوتري ده اصلا جاي بسبب انك مش نايم كويس او متوتر، او كنت متعود مثلا على قهوه او سجاير وبطلت مره واحده، فهيكون عندك صداع توتري. الصداع النصفي يختلف عن الصداع التوتري ان الصداع النصفي يكون في نص وشك ويكون معاه نبض ما بيسكتش، وتلاقي نفسك حساس للصوت والضوء، وفي نبض شغال هنا في نص وشك سواء الناحيه اليمين او الشمال. انما الصداع التوتري بيكون ثابت، بيكون في دماغك كلها وثابت. ده بقى هتاخد له ستوبادول اكسترا. الاستوبادول اكسترا ده هيشيل كل انواع الالم اللي عندك، بس ده ممنوع لمرضى الضغط.